المشكلة التانية انه الشخص ده بما انه مش بيضرب في السوادة او مش بيضرب في هدف واحد محدد، فبيكون محقق اهداف كتيرة كويسة الى حد كبير، ولكن مش بنفس درجة العمق اللي كان ممكن يحققها لو مركز في حاجة واحدة بس، واللي بيخلي الشخص ده يكون دايما في حالة مقارنة داخلية كده بيقعد يعملها مع نفسه بينه وبين الناس اللي مركزة في حاجة واحدة وعمالة تاخد ستيبس اكتر في الحاجة الواحدة دي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا صباح الخير على حضراتكم جميعا. يوم جديد وبداية أسبوع جديدة مع بودكاست كولاج، البودكاست اللي بنناقش فيه مواضيع متعلقة بالفن بالإبداع في مختلف المجالات، بنتشارك تجارب وبنتأمل ظواهر وبنتذوق مع بعض كل ما هو إبداعي وكل ما هو جميل. في مثل إنجليزي كده بيقولك الخواجة فيه The Jack of all trades is the master of nothing، والمعادل المصري للمثل ده 7 صنايع والبخت ضايع. هما الاتنين نفس الكونسبت يعني. باختصار معنى المثل يعني افتراضا انه حد مش فاهم معنى المثلين، فانه الشخص اللي بيكون ماستر او استاذ او جامد في كل حاجة، او شخص عنده مهارة عالية في كل حاجة، فهو مش استاذ في ولا حاجة، مش شخص متعمق في ولا حاجة من دول. وهو نوع من انواع الذم ليه يعني، والحث والحرص على انه انت اهتمامك وتركيزك يكون في حاجة واحدة. قد يبدو بالنسبة لك انه الشخص الشاطر في اكتر من حاجة ده هو شخص كويس وشخص سعيد وراضي ومستمتع جدا، انه راجل برنس وجامد جدا في حاجات كتيرة. دي قد تكون وجهة نظر وممكن تبقى انت شايف كده، ولكن في حقيقة الامر حلوة في حقيقة الامر، ولكن في حقيقة الامر الشخص الشاطر ده اللي انت بتبقى شايفه انه هو جامد في حاجات كتيرة مش بيكون شايف كده تماما، بل بالعكس بيكون مزعج جدا وبيكون متألم جدا، وبيبقى عنده اسباب كتيرة تخليه يحس المشاعر دي. طيب خلونا نفكر مع بعض كده ونعقد مقارنة ما بين الشخص اللي عنده مهارة وعارف بالظبط هو عايز ايه ومركز في حاجة واحدة، والشخص اللي بيسموه بقى زي ما قلنا كده الجاك اوف اول تريدز او صاحب ال7 صنايع. لو انت من المحظوظين اللي محددين وعارفين بالظبط من اللحظة الاولى اللي هم عاوزينه ونقطة التميز بتاعتهم ومهارتهم اللي يقدروا يخلقوا لنفسهم المساحة اللي هي بتاعتهم هم بس في المجال بتاعهم، فانا بصراحة احييك. ومن وجهة نظري دي حاجة ممكن ما تبقاش عندي، ممكن ما تبقاش عند ناس كتير، ولكن انه فعلا انت تبدأ من الاول عارف بالظبط انت عاوز ايه، فدي حاجة تستحق التحية عليها وتستحق الغبطة يعني او الحسد المحمود عليها بصراحة. وانت بالضرورة كشخص مميز في حاجة واحدة او شاطر في حاجة واحدة، فزي ما قلت لك كده بالضرورة بتكون مركز في الحاجة دي، وبتكون طول الوقت في حالة تطوير وتجويد لنفسك في المهارة دي. ومش بس كده، انت كمان بتكون معروف عند الناس او في السوق بتاعك او في الماركت بتاعك في شغلانتك بالحاجة دي، وهي فكرة يعني بلغة الناس بتوع الماركتنج البوزيشننج. انت عامل لنفسك او معمول لك بوزيشننج حلو جدا في حتة معينة او في تخصص معين. ودي نظرية انا بحب اسميها نظرية الفون بوك. هي باختصار انه انت كشخص متسجل ايه على تليفون الناس دي. لو انت عندك صنعة واحدة وحرفة واحدة، فانت في الغالب هتكون متسجل حازم مونتاج، حسين كوبي رايتر وبس. ترجمتها على الارض انت معلم في دماغ الناس بايه. انت لما رقمك هيرن عند حد او انه حد يبقى قاعد في ميتنج ومطلوب مثلا حد في كرافت معينة، فهو هيسيرش على موبايله بكوبي رايتر او بإديتور، فانت هتطلع له في اللحظة دي، وبالتالي مساحة فرصك في الحتة دي بتكون كبيرة. ليه؟ لان انت ويل استابليشد او راسخ الركائز والجذور في الارض في الحتة دي، وبالتالي بتبدأ ان انت الستيب في التانية في التالتة تحس انه في نوع من انواع الانجاز العميق اللي انت محققه في الكارير بتاعك. بنفس منطق الناس اللي بتضرب نار وتبقى مركزة في السوادة او بتضرب في السنتر بتاع اللين، فانت بيكون تأثيرك واضح واكبر. على الجهة الاخرى بقى تعالى نتناول صاحب مشكلة النهاردة،
صاحب ال7 صنايع. وهي المشكلة الأولى في الموضوع ده واللي تعتبر أزمة وصراع داخلي كده، إنه الشخص ده حقيقي بيكون حابب كل الحاجات دي وبيعرف يعملها فعلا، ومش بيكون عنده تفضيل محدد لحاجة واحدة منهم، حتى لو كان في تفضيل طفيف، ولكن بيظل هو كشخص في الآخر حابب الحاجات دي كلها. ولو جات له opportunity أو فرصة أو حد طلب منه شغل في تفصيلة متعلقة بالحاجة الواحدة من ضمن الحاجات الكتير اللي هو بيعملها، فهو مش بيمانع خالص. وكل حاجة منهم هو بيكون شايف ان هي بتحقق له نوع من انواع التشبع كده بدرجة معينة التخصص التاني مش بيحققها. المشكلة التانية انه الشخص ده بما انه مش بيضرب في السوادة او مش بيضرب في هدف واحد محدد، فبيكون محقق اهداف كتيرة كويسة الى حد كبير، ولكن مش بنفس درجة العمق اللي كان ممكن يحققها لو مركز في حاجة واحدة بس. واللي بيخلي الشخص ده يكون دايما في حالة مقارنة داخلية كده بيقعد يعملها مع نفسه بينه وبين الناس اللي مركزة في حاجة واحدة وعمالة تاخد ستيبس اكتر في الحاجة الواحدة دي، وهو بيبقى منزعج من ده ومتضايق من ده، متضايق من وضعه ومتضايق ان هو شخص شايف نفسه نظريا شاطر ولكن مش حاسس بإشباع ومش حاسس انه يوضع في مقارنة بالناس دي، وبالتالي بيبقى دايما في حالة او في حلقة مفرغة كده من المقارنة وتأنيب الضمير الصامت كده بينه وبين نفسه. ممكن يبقى لسان حد هنا انه ايوه بس انت محقق خطوات كتيرة جدا في مجالات مختلفة كتير. هو ما بيبقاش شايف الجانب ده، هو بيبقى شايف الجانب التاني، الجانب الاسود يعني من الموضوع او الجانب المظلم من الموضوع. في الاخر كمحصول كده تقدر تقولي ان كل الناس اللي حواليا كلهم متميزين عني. ومن ضمن الاسباب الفعلية اللي على الارض اللي بتخليه يبقى فعلا بيحقق خطوات او بيحقق انجاز اقل ضخامة من الناس اصحاب الحرفة الواحدة او اصحاب السكيل او المهارة الواحدة، هو انه بيكون بالنسبة لطالبي الخدمات دول منتج بقى، حد ريكروتر، حد في مجال ما عايزك تعمله شغلانة معينة، هو بيكون بالنسبة لهم خارج التصنيف. يعني تلاقي حد مثلا مسجله على التليفون حسن مونتاج، وحد تاني مسجله حسن VO، وحد تالت مسجله حسن هوست، وحد رابع مسجله حسن سكريبت رايتر، وحد خامس مسجله حسن دايركتور. وبالتالي على الاقل في بداية رحلته مش بيكون قادر يعمل لنفسه بوزيشننج صحيح وبوزيشننج يقدر انه يبنيله براند كويس في الاول. طيب دي مشكلة ومشكلة مزعجة، ولكن هي المشكلة دي بتستمر لحد امتى؟ من مذاكرة الموضوع كده نقدر نقول انه حل المشكلة دي او حل الازمة دي يتلخص في نظريتين. النظرية الاولى اسمها نظرية انا بشتغل نفسي، والنظرية التانية نظرية البقاء للاقوى، ودول ما مش حد اللي سماهم، انا سميتهم يعني. نظرية انا بشتغل نفسي دي لا تعني المعنى السلبي او ان انت كشخص بتحور على نفسك او بتضحك على نفسك، ولكن المقصود منها هي نظرية الشخص بيوصل لها عند مرحلة معينة بيبقى اسمه فيها اكبر من الشغلانات اللي هو بيعملها. يعني انت ممكن تكون عارف المخرج الفلاني او عارف الكاتب الفلاني، بس فعلا ما تبقاش عارف الحاجات اللي هو عملها. وفي حالة زي دي بيتحول الموضوع ساعتها انه انت بتتجاب في البروجكت ده عشان اسمك، انه احنا معانا المبدع الفلاني، بصرف النظر بالظبط هتعمل ايه. يعني انا حضرت اعداد زي دي بتلاقي الشخص المعروف ده او الشخص اللي بيعمل حاجات كتيرة ده هما بيبقوا عاوزينه يعني بقى مشرف ابداعي، وفي اسماء كتيرة هتلاقوها مؤخرا بقت تاخد تايتل المشرف الابداعي ده، بس ما نعرفش بالظبط هم بيعملوا ايه. يمكن الازمة الوحيدة في حاجة زي دي هي الباكج بتاعت الفلوس اللي انت هتتقاضاها، يعني انه انت بتاخد فلوس لوكشة واحدة او باكج واحدة، مش بتفصص كل دور منهم. وحتى لو جيت تفصص فبيقول لك لا دي هي ايه، نعتبرها بلغة المقاولين كده مرمى واحدة هتعملها. الفكرة التانية او النظرية التانية البقاء للاقوى، وفكرة النظرية دي قائمة على كونسبت انه بأمانة شديدة لو جيت انت ممكن تكون بتعمل حاجات كتيرة جدا، وفي البداية ممكن يكون مستواك
متقارب فيهم كلهم. ولكن على المدى البعيد بتبدأ انت مهاراتك تتطور في حتة معينة اللي انت ما تبقاش عارف ان انت مميز فيها او حاببها اكتر، وبتبدأ ان انت تكبر في حتة او حتتين بس من 7 أو 8 حتت اللي انت شغال فيهم. ويبدأ بالتدريج الشغل اللي بيطلب منك يكون من ضمن الحتة او الحتتين دول برضو اللي انت بدأت تتطور فيهم، وبالتالي لما تفضل تعمل شغل فيهم اكتر هيحصل لك بوزيشننج فيهم اكتر، وهيحصل لك تطور حتى انت بينك وبين نفسك في المهارات دي لان انت بتستخدمها اكتر. ومن اكبر الامثلة اللي على الموضوع ده هو مثال صلاح جاهين، اللي الناس ممكن تكون عارفاه الى حد كبير انه شاعر الرباعيات، ولكن في ناس كتيرة جدا ما تعرفش ان هو كان رسام كاريكاتير. لكن لو جينا نتكلم كده مع بعض على جنب يعني، فهتلاقي انه الخلاصة يا عزيزي مش في مشكلة تعدد مهاراتك، المشكلة في حاجتين تانيين. اولا استعجالك ولهفتك على حاجة انت مش عارفها، طول الوقت انت بتلهث وبتجري ورا هدف انت مش شايفه، وكل ما تحقق حاجة هتكون مش راضي. برضو في رأيي ومن تجربتي الشخصية ان هي الى حد كبير هتفسد عليك استمتاعك ورضاك بالخطوات اللي انت بتبقى اوريدي اخدتها في مشوارك او في مسيرتك ايا ما كان الطريق اللي انت مختاره. والمشكلة التانية دي مشكلة عامة، وهي حتة المقارنة، واللي طول الوقت هتخليك حاسس انه مهما انت حققت برضو ده مش كفاية، لانه فلان حقق حاجة تانية. ايوه بس انت حققت 10 حاجات زيادة عنه، لا بس هو حقق الحاجة دي، او الحاجة دي ممكن يكون ليها credibility او مصداقية او اعتراف، او اسم الحاجة اللي هو عملها دي كان اضخم، فانا لا انا مش كفاية. وتدخل بقى في السيركل كده المفرغة او الحلقة او الدايرة المفرغة بتاعة المقارنة الدائمة والمستمرة. سؤال اخير كده هعتبر انه حضرتك طرحته، وهو طيب انا دلوقتي راجل بحب اعمل حاجات كتير، او عندي تصور ان انا بحب اعمل حاجات كتير، ولكن مش قادر احدد بالظبط انا بعمل الحاجة دي افضل ولا الحاجة التانية، استمر في ايه وابطل ايه. بص انا هقولك على حاجة شخصية، وهقولك على مثال كانت قالته واحدة من الاساتذة اللي انا بحب اسمع لهم جدا. يعني التجربة الشخصية، انا في مهن او في تخصصات اشتغلتها بس عشان ابقى عارف ان انا مش بحبها، وبالتالي ابقى مدرك ان انا مفيش حاجة فاتتني ومش عاوز ادخل في المجال ده. كان من وجهة نظري المثال اللي فعلا كان عندي، ويمكن قلت ده قبل كده، انه انا كانت عندي علاقة توكسيك بيه جدا، وهو فكرة المثال بتاع الصحافة. فانا كان طول الوقت كان في حاجات معينة عايز اعملها، وبيتقال لي ان دي صحافة، بس انا ولا كنت على وفاق، ولا هي حبتني ولا انا حبيتها يعني، بس عشان ايه ما يبقاش انا بعمل نفسي اللي هو قال يعني هم كانوا بيجروا ورايا وانا اللي كنت برفض يعني. لا، هو انا فعلا ما كنتش شخص شاطر في ده، ما كنتش ببقى عارف ان انا اعمله بالقالب ده. كان دايما يتقال لك والله انت ممكن تبقى كتابتك كويسه بس it's not journalistic style، وانا مش عايز اكتب journalistic style. وبالتالي قررت هنا عن طريق التجربه انه انا دي حاجه مش عايز اعملها. وده نفس الكونسبت او نفس المفهوم اللي قالته انا وينتر واحده من الاساتذه اللي انا بحب اسمع لهم جدا، وذاكرت الماستر كلاس بتاعها، وحقيقي مفيد جدا بالذات للناس اللي ممكن تكون لسه في بدايه رحلتها. ومن ضمن التفاصيل او الكوتس المهمه جدا اللي كانت بتقولها حته انه انت مش الطبيعي انك تكون في بدايتك عارف انت عاوز ايه، ولكن الطبيعي انك تشتغل على معرفة انت مش عاوز ايه. لانه حتة الاكسكلودنج او حتة الاستبعاد دي من الحاجات اللي كتير من الاحيان لا تلاقي انه والله انا مش حابب الحاجة الفلانية ومش حابب الحاجة الفلانية، وبالتالي لا انا هركز في الحاجة اللي انا جربتها فعلا وكنت مستمتع اثناء ما انا بعملها. ودي برضو من التفاصيل اللي احنا تطرقنا ليها كده يعني بنوع من انواع التعمق شوية، ممكن ترجعوا تسمعوها، كانت في حلقات كلام يا ريتني عرفته قبل ما ادخل كلية الاعلام. وهي انه احنا فعلا ما بيبقاش عندنا اي حاجة في المدرسة تخلينا نبقى عارفين هو احنا فعلا بنحب الحاجة دي ولا لا. احنا بيبقى عندنا تصور بيدعمه بيعززه، تسقيف بابا وتشجيع ماما ورأي عمته، هي دول ناس مش مختصة. فانت فعلا ممكن تبقى شايف يعني طنط شايفة ان انت صوتك حلو، او عمو شايف ان انت بتتكلم كويس، وانت ممكن تكون لا تملك المهارة دي، وبالتالي رأيهم ممكن يظلمك وممكن يحجمك الى حد كبير. فالحل الوحيد احنا مش هنعيد الدايرة من الاول، او مش هنعيد اختراع العجلة، وخلاص احنا في سيستم دلوقتي بيخليك ان انت والله لو عايز تعرف بالظبط انت عايز ايه او عايز تكمل
بتكمل في ايه او بتحب ايه او اشطر في ايه. فالحل ان انت لازم تجرب حاجات كتيرة جدا لحد ما توقن وتتأكد انه هو ده طريقك وهي دي سكتك. وهذا ما تيسر لنا قوله النهاردة. اتمنى انه الحلقة او الدردشة تكون مفيدة وممتعة ومؤنسة لحضراتكم، وياريت لو عجبتكم وحاسين ان هي ممكن تكون مفيدة لحد تاني ياريت ان انتوا تعملوا لنا سبسكرايب وتعملوا لايك للحلقة، تعملوا شير مع الناس اللي ممكن تكون مهتمة بده، وتقدروا ان انتوا تسمعوا الحلقة دي والحلقات اللي فاتت كلها على كل منصات البودكاستنج. هتلاقوا فيه لينك تري كده موجود في كل المنصات، تختار المنصة او تختاري المنصة المفضلة او الانسب مع ظروفك ودنيتك وتسمعين عليها. وشكرا جزيلا، ونتقابل مرة تانية وحلقة جديدة من بودكاست كولاج. السلام عليكم.